الليلة اللي زغدانة باعت فيها روحها للشيطان كانت آخر ليلة حد شافها فيها. القصة دي حصلت في قرية صغيرة في الصعيد، قرية هادية الناس فيها تعرف بعض، وأي غريب يدخلها الكل ياخد باله منه. في طرف القرية كان في بيت قديم، بيت عايشة فيه ست لوحدها اسمها زغدانة. زغدانة ما كانتش ست شريرة، بالعكس كانت طيبة في يوم من الأيام، لكن الدنيا قست عليها. جوزها مات وفلوسها خلصت وأرضها اتباعت وبقت عايشة على الديون. كل يوم كانت تسمع نفس الكلام من الناس: سددي اللي عليكي وإلا هنطردك من البيت. في ليلة شتوية تقيلة كانت قاعدة لوحدها في أوضتها، النور خافت والهدوء خانق. كانت بتبكي وتقول: يا رب أي حد ينقذني من اللي أنا فيه. لكن اللي رد عليها ما كانش حد من البشر. فجأة الباب خبط خبطة واحدة تقيلة، طق. زغدانة رفعت راسها، قلبها بدأ يدق بسرعة. استنت شوية يمكن الصوت وهم، لكن الخبطة اتكررت، طق. قامت من مكانها ببطء ومشيت ناحية الباب. سألت بصوت مرتعش: مين؟ وجالها الرد: صوت رجالي غريب هادي جدا لكن فيه برودة تخوف. قال: أنا اللي جاي أحل مشكلتك. فتحت الباب، كان واقف قدامها راجل طويل لابس جلابية سودة ووشه مش باين بوضوح، عينيه بس كانت لمعة في الضلمة. الجو برد فجأة والهوا وقف. سألته: أنت مين؟ ابتسم ابتسامة خفيفة وقال: أنا اللي بدي اللي الناس كلها بتتمناه. مد إيده وطلع كيس أسود صغير، فتحه قدامها. جواه فلوس كتير، أكتر فلوس شافتها زغدانة في حياتها. قال لها: خدي الفلوس وعيشي زي ما تحبي. زغدانة كانت بتبص للفلوس، عينيها مليانة طمع وخوف في نفس الوقت. سألته: وانت عايز ايه قصادها؟ سكت لحظة وبعدين قال بهدوء: ولا حاجة دلوقتي، بس لما جيلك بعدين ما ترفضيشي. سكتت زغدانة، قلبها بيدق بسرعة. كانت عارفة ان في حاجة غلط، لكن الطمع كان أقوى. مدت إيديها وخدت الكيس. في اللحظة دي الراجل ابتسم ابتسامة غريبة ووشه اختفى في الضلمة، ولما رفعت عينيها تاني ما لقيتوش، اختفى. من اليوم ده حياة زغدانة اتغيرت تماما، بقت تشتري أرض وتلبس ذهب وتصرف فلوس كتير. الناس في القرية بدأت تستغرب، كانوا يقولوا: هي جابت الفلوس دي منين؟ لكن زغدانة ما كانتش ترد. مرت شهور وبعدين سنين، لحد ما في ليلة الساعة كانت 3 الفجر بالظبط سمعت نفس الخبطة على الباب، طق. جسمها اتجمد، قلبها عرف الصوت، طق. قامت من سريرها ببطء ومشيت ناحية الباب، ايديها كانت بترتعش. فتحت الباب، كان واقف قدامها نفس الراجل، نفس الجلابية السودة، نفس العينين اللمعة، لكن المرة دي ابتسامته كانت أوسع. قال لها بهدوء: أنا جيت آخد حقي. زغدانة رجعت خطوة لورا وقالت بصوت مكسور: حقك إيه؟ أنا دفعت تمن الفلوس. ضحك ضحكة واطية، ضحكة تخوف، وقال: أنا ما باخدش فلوس، أنا باخد روح. في اللحظة دي الأنوار كلها انطفت، البيت بقى فيه ظلام كامل، والهوا بقى تقيل كأن المكان اتقفل. زغدانة حاولت تجري لكن رجليها ما اتحركتش. حست بإيد باردة جدا مسكتها من كتفها. آخر حاجة سمعها الجيران في الليلة دي كانت صرخة زغدانة، صرخة طويلة مرعبة. تاني يوم أهل القرية دخلوا البيت، ما لقيوش زغدانة، لكن لقيوا حاجة واحدة بس على الأرض: الكيس الأسود
فتحوه، كان مليان فلوس، لكن تحت الفلوس كان في ورقة صغيرة مكتوب عليها جملة واحدة: الدور على اللي بعده. ومن يومها أي حد في القرية يلاقي فلوس فجأة في مكانه يفتكر حكاية زغدانة والشيطان. لو كنت مكان زغدانة ولقيت فلوس فجأة قدام باب بيتك في نص الليل، كنت هتاخدها ولا كنت هتسيبها؟ اكتب رأيك في الكومنت، ولو عاوز تعرف ايه اللي حصل مع سمير بعد كده قولي كمل، عشان الحكاية لسه ما خلصتش.